اكس وغيره 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 وغيره. انا لي 3 ايام مش جاي، فاليوم حنتكلم هيك على المواضيع كامل. خلينا نفوت اليوم بالحلقة شو اللي صار. اول شيء اذا انتبهنا كلنا سوا، ما عليه خلينا ناخذ دروس من الحياة. اذا انتبهنا كلنا سوا، كل واحد عنده شيء بحياته اصعب من الثاني. كل واحد بيقول انا حياتي شو صعبة، حياتي شو صعبة. بيسمع قصة شخص تاني بيقول اوف الحمد لله انا حياتي سهلة. انتبهنا بعض الاشخاص الله يرحم ابوهم متوفي، بعض الاشخاص من ازيين حدا اذاهم من اقرب الاشخاص لهم من اذوهم، بعض الاشخاص خانوهم، بعض الاشخاص خسروا كل شيء بحياتهم من وراء شخص امنوا له. انا حاب اعطي بس هيك افكار صغيرة، وكلنا عنا هذا الشيء. يعني انا حاعطيكم شيء عن حالي انا، مثل ما هني كانوا عم يتكلموا، هيدا درس لازم تتعلموه. انا انسان كان عندي الخير بزاف. خليكم تكونوا هيك حلو عم نتكلم مع الجمهور وكل واحد شو عنده. انا اجاني مرض كتير صعب بحياتي من بعد كورونا بشوي. مرض صعب جدا 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 جدا. تعذبت بزاف. رحت لحكماء نفسيين، رحت لحكماء كتير، حكماء اللي يعالجوني. فلوسي اللي عملتها 18 سنة تعبت فيها أخذوها في لبنان. انتوا عارفين بلبنان شو اللي حصل، وراحوا الفلوس وأخذوهم البنوك، كل شيء جمعتهم راحوا. حبيت أخبركم كل واحد شو عنده قصة وبقول الحمد لله دائما. خسرت فلوسي كلها، صار عندي شيء مني متزن. لا الحمد لله، أنا الحمد لله باخذ أدوية والحمد لله شفيت. صدقوني مرضت، صرت أقول مش عايز الفلوس، أنا عايز الصحة. أهم شيء الصحة بالحياة، أهم شيء الصحة. الفلوس بتجي وبتروح، ودائما دائما اشتغلوا بالمخ. مش يلا حبني تزوجته حصير قدامها في البيت. المرأة مش مكانها في المطبخ، المرأة مكانها بأفضل مناصب في العالم. اشتغلوا على نفسكم تنجحوا. هذا اللي حبيت أقوله لكل امرأة بتتابعني، ولا لكل رجل يحب يتزوج وحدة صغيرة. حرام تدمر لها وتدمر لها حياتها، وتخلي يصير عندها أولاد بعمر معين صغير جدا. خليها تربى وتشوف الحياة وتخرج وتطلع وتشوف كل شيء لازم تشوفه. بصراحة هذا حبيت وصله لامرأة العربية بالتحديد، لأنه نحن عنا هذا الشيء، وهذا الشيء أنا ما بيعجبني بالمرة. بالنسبة للبرنامج، البرنامج خلينا نتكلم عن كل واحد لنعطي آرائنا بكل أشخاص لهلأ شو اللي صاير. خلينا نتكلم عن المشكل اللي صار بين أليكس وإيمان، مع احترامي الشديد لكل الأشخاص اللي موجودين بالبرنامج. أنا ما أعطيت رأيي باللي صار بين إيمان وأليكس. اليوم حابب أعطي آرائي شو اللي صار، وبغيرهم وغيرهم بالحلقات السابقة لهلأ. بالنسبة لأليكس وإيمان القصة، أنا أصلا للصراحة خلينا ما نكذب على الجمهور. أنا وعدت الجمهور أنه ما أكذب عليكم. للصراحة أنا ما كنت حابب أطلع لايف، أنا ما كنت حابب أطلع لايف وأغلط على الأشخاص. ما كنت حابب أطلع، لأنه قلت بعض الأشخاص للصراحة بكل صراحة بعتوا لي رسائل حسين لو سمحت خفف على بعض الأشخاص يلي عم تنتقدهم. هول الأشخاص ممكن غلطوا، ما بدنا نقسى عليهم كتير. أنا قلت مش عايز أطلع صاير هذا الشيء صعب يا جماعة. نحن بنطلع بننتقد الأشخاص ولا بنعمل ولا شو ما يكون، أما إيمان بتقول أنا انأذيت من أقرب الأشخاص ليا. ولا مرتضى عجبني جدا. مرتضى اليوم لما قال أنا أذيت شخص وأنا ندمان على اللي عملته. شوفوا الجرأة، شوفوا الكلام الجميل. ما عليه، مش دايما الجمهور بحب نقصف.
امرار فينا نقصف، امرار لازم نقول ستوب. لازم الشخص اخذ حقه خلاص. اللي حصل بين أليكس وإيمان أنا مش عايز أعلق عليه. اللي حصل بيناتهم أنا مش عايز أعلق عليه. بده يزعل الجمهور يزعل. اللي حصل خطأ من الطرفين، خطأ من الطرفين فقط. فيني أقول خطأ من الطرفين. الله يهدي البال. إن شاء الله بنشوف بالحلقات اللي جاي الله يعني ممكن يرجعوا يكونوا أصدقاء. فخلينا حنشوف شو اللي حيحصل. ما بدنا نصب الزيت على النار. بالنسبة ل أيمن سوري، بالنسبة لأليكس ولا إيمان لهلا ما بدها حدا من البرنامج. واضح جدا عم تقول إنه أنا ما بدي أيمن، وحكيت إنه هي مش عايزة أيمن. نروح لأيمن. لا، أيمن واضح بده إيمان، وهو قال واعترف إنه أنا بدي إيمان. هلا أيمن كيف بده يقنع إيمان إنه هو عاوزها؟ هون تحدي كبير لأيمن. يعني أنت صديقي جدا جدا جدا، أنا إيمان أنت صديقي جدا جدا، مقرب مني، صديقي، صرت صديقي. لتقلب من الصداقة للحب صعبة شوي، صعبة. خلينا بس لنقول لما نسعى منحلل وننزل، مش حرفض بنس. فاللي شفته أنا إنه صعب شوي إيمان تقبل بعلاقات أيمن، مع احترامي الشديد لأيمن. أيمن شاب جميل بيضحك، ما في منه رزين. أنا ما عم بتكلم شيء غلط عن أيمن، ولكن وحتى إيمان أنتوا عارفين رأيي بإيمان، ولكن نجي نقول إنه أيمن وإيمان يكونوا مع بعض هلأ. خلينا نلحق حلقة هلأ مش ظابطة بالمرة إنه هن يكونوا مع بعض بكل صراحة. هاي بالنسبة لي لأيمن وإيمان. خلينا نشوف التحدي كيف حيكون. لهلا بعم يتكلموا كتير مع بعض، بس بنشوف دائما أيمن بحب يدافع جدا عن إيمان ولا عن فيدال، بس أكتر شيء عن إيمان، يعني واضح جدا. بالنسبة لفيدال وحنيجي لغيرهم وغيرهم، حنرجع نفوت بالأسامي اللي ذكرناهم. بالنسبة فيدال عجبها أسمر، وحنتكلم عن أسمر. قالت إنه أنا لم سوري مرتضى، عجبها مرتضى، وقالت أنا لما عم بتكلم مع مرتضى حديثه جميل جدا، ما بيخليني أسرح، بيخليني مركزة معه، فهذا الشيء جميل. بس أنا برأيي أنا اللايف عم يعلق، اللايف حيكون كويس. هي قالت بالنسبة لإلي أنا بالنسبة لإلي أنا شخصيا مني حاسس فيدال ومرتضى في تقدم. ما في تقدم، هذا يلي شايفه أنا، إنه ما في تقدم. وحتى في خطوة تقدم، هي الكلام اللي عم يضلوا مرتضى قاعد معاها. في تقدم إنه عم يضلوا قاعد معها، بس غير هيك ما في تقدم. يعني ما في شي نظرة إعجاب شايفها أنا، حاسس فيها. الفيلينج مش مبين، مش موجود بين مرتضى وإيمان. إيمان بنت قالت لكم أنا ما بستحي، ولكن اجيت على البرنية محتشمة شوي، يعني مثل ما بقولوا مستحية شوي، بس هلا أخذت على الجو. برأيي يلي شفته أنا ما عجبني من ساندرا. قاعدين على تختك عادي بنات، يعني ما توخزيني، ما وسخوا التخت، ما خربوا ولا عملوا شيء، عم يتحدثوا عم يتكلموا مبسوطين فرحانين. قاعدين على تختي، شو عادي. واذا قاعدين على تختك يا ساندرا عادي، يعني شو فيها؟ ما فهمت ليش الازعاج؟ انزعجتي انه هن قاعدين على تختك؟ ما عم بفهم. فهيدي الطريقه يلي طلعت فيها، انه ايه انا طالعه وبدي زيحهم وبدي شيلهم ولك قاعدين على تخت، وتختينا 2 تخوت تبعها، ما فهمت ليش. فالدلع هيدا كتير انا ما حبيته، مع احترامي الشديد لإلك، وانا بعرف انه انت ما حبيتيني كتير لانه انا عم بنتقدك. ما عندي مشكله، وصلتني الرساله، ما عندي مشكله، وحضلني انتقد لانه تصرفاتك غلط. لو تصرفاتك مش غلط ما عندي مشكله. المحن زياده عن اللزوم فينا نخففه. كتير محن
كتير محن. خلص ما حلو، ما حلو والله، ما حلو. وانا وايه او ماي الله، خلينا نحترم ربنا شوي. او ماي الله هيدي خليها برا، بس الجمهور لما يسمع او ماي الله هي مسخره بتصير. خلينا نروق شوي، اسمها بالانجلش او ماي جاد ولا يا الهي، مش او ماي الله. خلينا شوي نحترم مثل ما بيقولوا الكلام تبع ربنا. ما بيصير المسخرة، حتى لما عم نذكر اسم ربنا هي مسخرة عم يسموها. شو او ماي الله؟ شو هو استغفر الله رب العالمين صديقك؟ بدنا نروق شوي. يا بتقولي لا يا الهي يا الله يا كذا، بس مش بنقعد يعني بناخذ ربنا لعبة. بدنا نروق شوي. في جمهور عم يحضر، في ولاد عم يحضروا، يا بدي يشوفوا منكم اجمل صورة، يا اما انا حذفكم زف من فوق لتحت. كل غلطة بتغلطوها حذفكم من فوق لتحت. بيعلق كتير خليه يعلق، شو بدي اعمل له؟ فيا اما بدنا يعني تخيلي واحد عمره 15 سنة عم يحضرك انت عم تمحني كتير. شو الجيل الخرا هذا يلي بده يكون؟ هذا الجيل الزفت. ما فهمت شو هذا الجيل الوسخ بده يكون؟ انه يابا تعالوا شوفوني انا عم بمحن. ما فهمت شو انه اذا عملتي هيك بتربحي جمهور، ولا اذا عملتي هيك بيحبك الجمهور، ولا اذا عملتي هيك بتلفتي الجمهور. ما بتعملي ترند؟ لا ما بتعملي ترند ولا بتلفتي الجمهور. انا حقول لك شو بتعملي. بتخليني احكي عليكي انا، الجمهور حيكرهك. حتكوني انت اكتر وحده ما تكوني ناجحه بحياتك الخاصه. وقد ما تكوني انت، بس حتى اقول لك ساندرا، قد ما تكوني انت بحياتك الواقعيه منيحه وما في منك، انا عم بتكلم عن البرنامج. يمكن انت ما في احلى منك برات الحياه، يعني بالحياه برا الخارجيه شو ما كنتي. انا عم بتكلم عن قلب هذا البرنامج. يعني بعتذر منك، انا كانوا يحكوا على دعاء لا دعاء ما في احلى منك بمليار الف. عم نتكلم كتصرف، لا افضل منك. انا عندي دعاء تصرخ وما بعرف شو تعمل احسن من المحن هيدا. فاللي عم يصير زياده عن اللزوم. هلا يلي انا شفته في بعض المشاكل بين يا غيره يا مشاكل بين بعضكم، بين ساندرا، ايمان، فيدال، في بعض الحساسية. وبلشنا نشوف هون في أحزاب عم تبلش تنعمل. ساندرا، عايشة، روبي وروبي مزبوط، هول هني يلي عم شوفن أنا. بينما نوران بالنص عم شوف فيدال وإيمان لوحد. فبلشت تنعمل الأحزاب، بلش ينرسم شو لازم ينرسم. ويلي عم ينجح بار بحياتي عم ينجح بينعمل التقسيم، وهذا يلي حيصير وحتشاهدوا بعد كتير مشاكل. بعدكم بأول البرنامج أنا حقلكم بس هيك. هيدي يمكن حلقتين، لا هيدي يمكن يومين من التصوير. روق شوي. هيدي اللي عم تشوفوه 8 حلقات يمكن يومين من التصوير. نايا ثانك يو. بس فروقوا بعد في كتير شغلات. بالنسبة لإلي أسمر، حابين رحب فيك بطريقة حلوة بس بانتقاد. أسمر أنت شاب راكز، شفتك، ولكن يلي عملته اليوم شي مش حلو. شوف أنت فايت من البرنامج، انعجبت بفيدال. إذا أنا فتت حانعجب فيها، ما بعرف زي حتنعجب فيي، بس إنه يعني إذا أنا فتت حانعجب فيها. بالعكس فيدال بنت كتير 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 حلوة. يعني من أجمل، برجع بقول، من البنات يلي موجودين هنيك كلهم حلوين، كلهم حلوين. فأنت حبيت إنه تكون مع فيدال، ولا تنقي فيدال تفرجيك البيت وهيك. بس يلي أنا شفته إنه أنت إنسان شوي، حنتكلم بهذا الموضوع، مستفز وشوي تقيل، شوي كتير تقيل. شوي كتير تقيل انه يعني انت بدك عائشة بالقوة.
تاني شغله، انت وتامر، تامر حركته حلوه وعارف حاله انه هو مأمن على البنت، وعارف حاله شو عنده، وحكي حكي هو وعائشه اكيد. بس تيجي تشارط تامر على عائشه، لا، ما هي منا سلعه. خلينا نكون واضحين، البنت انتوا بتاخدوها سلعه، بتشارط انه ممكن انا اخدها منك. ايه شو انت عم تشتري سنيكرز؟ يعني انه يا خيي، ما بتشوفوا انه نحن منتقدين؟ ما بتشوفوا انه بكره الناس حتتكلم عنكم؟ حتى تامر لو تحدى اي حدا، تحدى اي حدا، عم بتكلم على الكل. بنت تستعملها سلعه، بتشارط انا وياك على تحدي. شو انا وياك مين انت ولا مين هو ولا مين ما يكون، عم تتحدوا بنت؟ مين ما كانت تكون البنت، مين ما كانت تكون البنت، انت عم تتكلم عايشة، ايمان، اي حدا بالبروجرام، حتى برات الحياة، برا البروجرام. كيف؟ وهي في منها كتير بالحياة الواقعية. ليك بتشارط انه انا بجيبها لهالبنت؟ روق. سيلفستر ستالون بدنا نروق، براد بيت بدنا نروق، شو بكون نروق شوي. يعني ما فيك انت تيجي تاخد البنت سلعة. عندكم مشكلة انه انتوا اخدين البنت بالحياة الحقيقية سلعة. يلا هلا بجيب لك اياها هيك، بعمل لها هيك بتيجي لعندي. يا جماعة ما بيصير. هلا اذا البنت غبية ولا منا منفتحة، ايه بتجيبها. بس بهالايام نحن 2025 البنت اذكى من الشاب. البنت بتلعب بالشاب هيك. خلينا نكون واضحين، البنت اذا بتعمل هيك بتفتح اكبر شركه صارت من دماغها ومن تفكيرها. خلينا نكون واقعيين. فالحركه يلي وانت غرت وكل شوي بيقول له انت غرت، اكيد غرت. انا ضد تامر. قال له لا، ما في شاب ما بيغار يا تامر، لا تنهي الموضوع. نعم انا غرت، حقي غار. يعني تخيل انت معك قمر مثل عائشه، لبسها البلوزه، لبسها كذا، وتقول له ايه انا ما غرت. لا، ما انا منسق انا وياها. شو منسق انت وياها؟ ما فهمت. شو هي؟ ما هي منا عايشه منا زوجتك ولا شيء حتى مكتوبه باسمك. شو منسق انا وياها؟ يمكن يجي هو وياخذها، معه حق. فهو لما يقول لك انت غرت، بتقول له ايه انا غرت طبعا. حنتكلم عن هذا الموضوع، حنتكلم عن هذا الموضوع، عن ايمان وهو. فبتقول له ايه انا غلط، وبتنهي الموضوع. حسيت. تاني شغله انت قلت له لتامر انت متسرع. طب انا لهلا بعد ما شفته بالبرنامج متسرع، ما فهمت عشو هو متسرع. ما حدا بالبرنامج شاف تامر انه متسرع. لا هلا من اول برنامج بعد ما عمل شيء تامر غلط. نحكي صراحه، انا اللي كنت عم اقوله انه تامر ما عندي شيء انتقده عليه، لانه بعد ما عمل غلطه. هلا حنتكلم غلطته يلي عملها. فدغري شفته انت متسرع. وعندي نظره ثاقبه. مانويلا، ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. قال له انا عندي نظره ثاقبه. انا قلت يعني ميشيل حايك اجى على البرنامج وعنده النظره الثاقبه. يا الله. اما ليلى عبد اللطيف، يا حبيبي اجى اسمر وقال له يا معلم عندي النظر، انا بشوف كل واحد وبقراه. انا قلت اجى ميشيل حايك على البرنامج، اجى العراف اطلع فيه هيك. انتبهوا، انت متسرع يا حبيبي. انت شوفي، انت شخصيتك قوية وعندك خطوط حمراء. انا قلت الله اكبر. اذا بعت له اسمي وبعت له وجهي كشفني. خيريت اكلنا خرا. ميشيل حايك باسمي ونصيب. ليلى عبد اللطيف يلي هي سوندرا اكلنا خرا. يا حبيبي شو عم يصير؟ لا، ما هو قال له عندي نظرة ثاقبة. هلا وين النظرة الثاقبة هون؟ العين الثالثة يا حبيبي. ايه والله. فانا خفت. هو بس قال له انا عندي نظرة ثاقبة، انا عم بحضر صرت اعمل هيك. اوعى بكره يكشفني، اوعى بكره يعرف مين انا، وارجف وخاف. خوفني. المهم يا جماعة، صار كل واحد يقول له انت شو. وصل لعند ايمان وهون خراها.
قال لهم ايمان منخارة عالي. اوف، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة ايمان قاعدة فوق ما شافته يمكن الا 5 دقايق. انا شفت هذه المرأة منخارة عالي، يحرق ديبك شو قوي. انا لو بحطك مدرب ريال مدريد كل يوم بتفوز. الله اكبر عليك شو قوي، يا الله. نظرة ثاقبة، عنده نظرة ما حدا عرفها. كيف شاف ايمان خشمة عالي ما بعرف. اكتر بنت تضحك بالبرنامج، اكتر بنت بتمزح، اكتر بنت اصحاب مع الكل. كيف شاف ايمان منخارة عالي انا مش عارف. وهي مش عاملة عملية تجميل، منخارة طبيعي. بس شو بقى الله، يعني اذا اول دخوله شمع على طوله. لا وانتوا شوفوا، بس قال له تامر ليكوا شوفوا، تامر استفز. تامر استفز دغري دغري دغري. تامر استفز. تامر لما جرب يستفزه اسمر استفزه دغري دغري، قدر يستفزه. لو ما انسحب ببين انه ما استفزه، استفزه بكل سهوله. اسمر ربحه لتامر بكل سهوله. بس احلى شيء انا لما قال له قوم لنشوف مين اطول. والله ابني ما بيعملها، يعني ابني عمره 10 سنين ما بيعملها هيدي الحركه. يلا قوموا لنشوف مين اطول من الثاني، يلا بليز. لا لا انا اطول منك. يلا لحظه، 1 2 3. يحرق ديبك عديبه. اخ يا الله، اخ يا الله. اخ ابوس الواوا، ابوس الواوا، ابوس الواوا. هلا بالنسبه لأليكس، أليكس مش مصدق انه ساندرا نقته. حقه، ما هو مرفوض من كل البنات بقلب البروجرام. حقه اذا نقته ساندرا. لا وساندرا قالوا لها، قالت لها روبي انت شكلك منعجبة، عندك نظرات لأليكس. قالت لا انا تفاجأت، انصدمت. انصدمت. قالت لها هيك لا بتعجبني المحن. انا عندي نظرات لأليكس؟ لا نو 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 نو، انا ساندرا عندي نظرات لأليكس؟ قالت لا لا. 5 دقايق راحت لعند أليكس، طبقته، حكيت معه، بعد شو حتتزوجوا، حيجيبوا اولاد. 5 دقايق، 5 دقايق طبقته وصاحبته وتزوجته وحيجيبوا اولاد. وهو شو ضحكته لهون. بس انتبهتوا لأليكس؟ أليكس عنده شخصية حلوة. بيكون قاعد حدا تكلم معه بيعمل هيك، بيكون لابس قميص مفتوح الصدر لهون، بيقعد هيك. ما عادش يتكلم. راح صوته لأليكس فات عليه. هو إيمان ما عادش يتكلم خلاص. مين ما يسأله بيقول له ما عادش يتكلم خلاص خلاص خلاص. راح الصوت، راح كل شيء، خرس، قطش لسانه. والله العظيم ما عادش في عنده شيء خلاص، ولا شيء. احلى شيء بهالبرنامج شربل. هلا خلينا نوصل له رساله لشربل حلوه هيك جدا على طريقتي انا. شربوله يا شربوله، تعال اوصل لك رساله. شوف، نحن كمحللين عم نحكي عنك بطريقه حلوه. شيلوا الضحك شوي ولا على غيري. شربولتي يا شربولتي، شوف يلي بده انا بقدر اتمسخر، بقدر اعمل يلي بدي اياه عنكم. انتوا اشتركتوا بالبرنامج، انا حر اعمل يلي بدي اياه. اذا حدا بده يجيب يقول ولا ينزل من قيمه المحلل تبع اسمي ونصيب بفرمه. بتكوني منيح بعملك مش منيح.
خليك على الارض. عندك هون 300 400 200 300 قد ما يكون الله يخلي لك اياهم جمهورك عم يحضروك احسن. اوعى إذا عم قول اذا بتجيب سيرتي، ما بعرف اذا عم تجيب سيرتي ولا لا، اذا بتقول مين هول المحللين وبتجيب مثلا، خليك لوحدك احسن ما احكي شو كان صار بخلف الكواليس. بعض الاشخاص من بعض الاشخاص خليني نكون رايق. انا عم قول ما حكي عني. اذا حكي عني يا سمح الله، اذا جاب سيرتي وبس بدك تقول شيء مثل ما انا هلا قلت اسمك، قلت شربل، اطلع بلايفك قول انا ما جبت سيرة حسين مثلا، ما جبت سيرة كذا، انا قصدي غيرهم. ساعتها نحن هون بنكفي بدحليلنا يلي حقيقة هو عنك بالمنيح، لانه انت انسان محترم بكل صراحة، فما حدا في يقرب صوبك بالغلط. لهلا شايفين نحن كل شيء علاقتك هي وحب بلاك ديفل يا ساندرا، حبيني انا لابس اسود، حتى دقني سودة وشعري اسود. طب انت بتحبي الاسود، خلينا نرجع نروح لساندرا، ذكرتني بشغلي. شو اخذك على الشقار؟ مع احترامي الشديد لالكس شاب جميل، بس شو اخذك على الشقار؟ من لا اول ما فات على البرنامج انا بدي اياه بادي بيلدينج، بدي ابو كرش من شو بيشكي؟ انا بحب ابو كرش. انا ابو كرش 103 كيلو 103 كيلو وحياتك 103، ما بنقص لك اياهم كيلو. تكرم عينك تكرم عينك، بس امري يا ساندرا. ما بحبتنا لساندرا، عم نمزح معي يعني اكيد. راحت قالت له انا بحبه الاسمر، واللي راحت اخذت واحد اشقر، مش اشقر واكيد شاب حلو هو يعني، بس اشقر ولكل شيء قالته طلع العكس. برفان تحت المخدايه، اوعى يكسروا لي اياها. شو شايف؟